السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم النهاردة طريقة تخليل البسارية او الملوحة، وفي 3 ايام هتبقى جاهزة معاكي للاكل. انا هنا معايا كيلو من البسارية. بحب اجيب البسارية اللي هي دماغها حمراء والعين بتاعتها بتكون صافية كده، وده بتدل ان البسارية بتاعتي صبحة او طازة زي ما بتسموها يعني. اول حاجه هبدا ان انا اغسلها. عندي طريقتين بقى للغسل، ممكن تعملي اي طريقه ممكن تعجبك يعني. اول طريقه ممكن تحطيها في مصفى او في طبق وتغسليها تحت الحنفيه مباشر. وتاني طريقة ان انت تجيبي تحطيها في مصفى وتجيبي طبق او بلاستيكية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكرر الخطوة دي من 3 ل4 مرات كده لعندي ما احس ان المية بتاعتي بدأت ان هي تكون صافية معايا. طبعا يا جماعة مش هنحط ايدنا في البسارية، لان البسارية من الاسماك الحساسة اللي ممكن تتهري مننا بسرعة. فنحاول ان احنا نحافظ على قد ما نقدر وما نقلبهاش بايدينا يعني وقت الغسيل. انا بقى من الناس اللي بحب اغسل اي حاجة بتبقى مملحة علشان ما تعملش اي ريحة. اغسلوا الحاجة اللي هتخللوها هتبقى ملهاش اي روايح كريهة انتوا ما بتحبوهاش. بعد ما اغسلها كويس وتبقى نظيفة معايا هبدأ ان انا احطها في مصفى واسعة، وتبدأ ان هي تنزل كل السوائل اللي فيها. لو لسه فيها سوائل هبدأ ان انا اجففها بمنديل، لان انا مش عايزة فيها اي سوائل خالص. معايا بقى البسارية بتاعتي بعد ما نشفتها كويس من اي سوائل فيها. طبعا كل كيلو بسارية هياخد 3 معالق من الملح بتاعنا العادي اللي هو الناعم ده. ومعايا معلقة من البابريكا ومعايا معلقة من الكركم. وده طبعا الكركم اختياري، انا مش هحط عليها شطة ناعمة، انا هحط عليها هكتفي بالشطة القرون دي وهحطها. هقلب الملح بتاعي مع الكركم والبابريكا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انت ممكن تستغنى عن الكركم زي ما قلتلك. ممكن برضو تستخدمي الكركم وتستغنى عن البابريكا بالطريقة اللي تعجبك يعني. هبدأ ان انا احط معلقة من الملح، وده افضل طريقة ان انت تحطي فيها معلقة من الملح في ارضية العلبة بتاعتك او الكيسة بتاعتك اللي انت هتخزني فيها. وما بين كل رق والتاني هنبدأ ان احنا نحط الملح بتاعنا، ودي افضل طريقة للتسوية بتاعتنا يعني هتسرع التسوية بتاعتها. هبدأ ان انا هنا احط القرون من الشطة. لو انت ما انتش حابة قرون الشطة دي عادي ممكن تحط شطة، ممكن برضو تحط شطة ناعمة. ولو انت مش من عشاق الشطة يعني ما تحطش عادي شطة، عادي حاجة ترجعلك يعني. طريقة التمليح جربيها بس بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله مش هتندمي عليها يعني. هنا بعد ما خلصت التمليح بتاع البسارية بتاعتي هبدأ ان انا اقفل الكيسة عليها او الشنطة. وهنا جبت شنطة من الرز، او لو عندك كيس من الملح عادي ممكن تحطيها عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أنا ليه بعمل الخطوة دي؟ بعملها عشان منعا لاي دخول اي هواء للبسارية بتاعتي او الملوحة بتاعتي، وفي نفس الوقت برضو بتبقى ضغطاها وبتسرع برضو في نسبة السوية بتاعتها. هنا بعد مرور 3 ايام بالظبط بدأت ان انا افتح عليها، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الطعم بتاعها بسم الله ما شاء الله غني عن الكلام، والله ما شاء الله مستوية ومزبدة. حاجة كده يعني ناعمة وطرية وتستاهل بقكم يعني، حاجة كده من الآخر. وطعمها ما شاء الله حكاية. البسارية بتاعتي أو الملوحة من الأكلات السهلة اللي انت ممكن تعمليها وتملحيها، وفي 3 أيام هتفتحي عليها وهتبقى ما شاء الله معاكي جاهزة للأكل. من أسهل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها وما تندميش على عمايلها يعني. جربيها بطريقتي دي وإن شاء الله مش هتندمي. هنا بقى كنت جهزت شوية بسارية معاكم، وده كان الشكل النهائي بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة